يا ترى المكان اللي انا فيه والناس اللي ورايا دي كانت بتستخدم العسل ازاي؟ هل كانوا بيدخلوا عسل كسر من اسرار التحنيط؟ هل كانوا بيستخدموه في علاج؟ اسعار العسل عندهم كانت كام؟ وهل العسل كان بيقتصر فقط على طبقة النبلاء والملوك ولا كان كل الناس بتستخدمه؟ دور العسل في الاقتصاد المصري القديم كان شكله عامل ازاي؟ ولا اقول لك ما تيجوا بينا نشوف. من ضمن المعلومات الغريبة جدا واللي انا شخصيا اول مرة اعرفها من حوالي سنة ان اكتشفوا في بعض المقابر والاهرامات اللي ورايا دي عبارة عن جرات عسل من الفخار، تخيلوا فيها عسل من 7000 سنة. ايوه زي ما سمعتوا 7000 سنة عسل ولسه صلاحيته شغالة لغاية اليوم اللي احنا فيه. قررت ان انا اجي النهاردة اكتشف الاهرامات، وبما ان كده هتلاقي ناس كتير جدا عارفة الاهرامات، احنا هنتناول الموضوع من وجهة نظر تانية خالص، الا وهي علاقة المصريين القدماء بالعسل، وهل كانوا عندهم على ايامهم في اعسال ب60 و70